صباح الخير. عايزة أتكلم النهاردة على بركات القيامة. القيامة بتقومنا من كل ضعف. القيامة بتقومنا من كل خذلان. القيامة بتقومنا من كل ضيقة. القيامة بتقومنا من كل خطية. يعني بركات القيامة كبيرة قوي وكتيرة قوي. خلينا كده نفرح ببركات القيامة ونعيش الوقت اللي الرب المجد يسوع عايز يورينا مجده ويورينا عظمته ويورينا قد ايه هو بذل وخلص وفدانا ونزل من سماء عرشه علشان ضعفتنا. شاف ان العالم مليان ضعفات. هو بعت في الأول خالص رسل وأنبياء كتير قوي 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 علشان يخلص اللي هو بيحبه، لأنه لذتي قال كده، لذتي في بني آدم. يعني هو بيحبنا بالكلية وشايفنا إن إحنا أولاده المختارين المخلصين. مخلصين إزاي بقى؟ بدمه. ليه؟ لأنه لما بعت كل الأنبياء وبعت كل الرسل، لقى إن الشعب لسه في ضعف ولسه غليظ الرقبة ولسه مش بيسمع ولسه في يعني غرقان في الضعف اللي هو فيه. رب المجد يسوع عشان بيحبنا وعلشان هو مش مستحمل ولاده اللي خلقهم وفداء وعايز يفديهم بدمه، قال لا، أنا هنزل بنفسي. ونزل وتجسد من المريم العذراء وأخد شبهنا، أخد جسد شبهنا. بس هو شبهنا بكل شيء ما خلا الخطية وحدها. هو شبهنا في كل حاجة، شبهنا في ألمنا وتعبنا وضيقتنا. ولأن كتير قوي شفنا المسيح بكى، وشفنا المسيح تضايق، وشفنا المسيح لما طرد الباعة وكان منفعل جدا، بيتي بيتي صلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. شفنا المسيح في كل الأحوال اللي احنا بنبقى فيها، كل الأحوال، في كل ضعف، في كل خذلان، في كل شاف برضو حتى يهوذا اللي خانوا. يعني احنا ساعات بنتخان من ناس كتير برضو، وساعات يعني ربنا يسوع المسيح أخد جسدنا ده وأخد كمان الحاجات اللي بتحيط بينا من كل ناحية، ما خلق الخطية واحدة، وكان هو الوحيد اللي بلا خطية. فبعد بقى ما اتصلب وبعد ما قام من الموت، قومنا بقى معاه، قومنا معاه، قومنا من ضعفتنا، قومنا من خذلاننا، الخذلان اللي احنا شفناه من ناس كتير، قومنا من السقطات اللي بنقع فيها بمعرفة وبغير معرفة، عن قصد وعن غير قصد. قومنا وحب ان هو يشوف ولاده منتصرين على كل ضعف، منتصرين على كل شهوة، منتصرين على كل خطية. مش حابب يشوفنا في ضعفتنا. ربنا يسوع ما بيحبش يشوف ولاده ابدا ضعاف، مش عايز دايما يشوفنا اقوياء. علشان كده القيامة بتدينا ان احنا، حتى الكلمة نفسها قيامة، ان احنا نقوم معاه من كل ضعف، نقوم من كل سقط، نقوم ما نقعدش بقى في مكاننا كده محلك سر وما نقومش منه، لا، نحاول نمسك فيه ونقوم، نتشبث فيه ونقوم. هنقوم، لما نقوم هنحس بالبركات وهنحس بالنعمة وهنحس بان احنا معاك يا رب، فرحانين، مش محتاجين حاجة، مش حاسين ان احنا محتاجين حاجة او مستنين حاجة من حد، ولا مستنين حاجة من العالم. مش هتفرق معانا المنصب بتاعنا هيبقى عامل ازاي، شكلنا هيبقى عامل ازاي، انا في اني درجة من درجات العالم بيدي درجات وبيدي القاب وبيدي حاجات زي كده. ف وانا مع المسيح بحس اني مش محتاجة ده كله. انا يكفيني ان انا بنته، ويكفيني ان انا ابنه، ويكفيني ان انا معاه في الطريق. عايز يوديني مطرح ما يوديني، يحطني في المكانة اللي هو عايز يحطني فيها، ما اختارش حاجة. وبالعكس يمكن كمان ما اختارش حاجة، لا، ده انا ادي الحاجات اللي عندي بزيادة للاخرين. ولو في حاجة اقدر اقدمها عن طيب خاطر وعن محبة وعن صدق وعن
يعني ما تشبث بحاجة في العالم، أو أطلب حاجة من العالم، لأن العالم قبل كده قلنا كتير 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 كتير، العالم ما بيديش حاجة. العالم بياخد من صحتك، بياخد من قوتك، بياخد من تفكيرك، بياخد من صبرك، العالم عمال ياخد، ما بيديش. لكن ربنا الوحيد اللي بيدي نعمة، وبيدي بركة، وبيدي سلام، بيدي هدوء، بيدي محبة، بيدي طول أناة، بيدي صبر، بيدي، عمال يدي. ربنا يسوع تعالوا ندوق كده، نجرب كده واحنا معاه، هنلاقي. حتى صدقوني لو ما خدناش اي حاجة، لو ما خدناش اي حاجة، احنا راضيين، راضيين باللي احنا فيه، راضيين بمحبته، راضيين بوجوده، راضيين بصبره، راضيين بان هو بيسند، راضيين بالبركة اللي بيديها. فطول ما احنا مع ربنا احنا فرحانين، لان هو بيدي، وهو الوحيد اللي بيدي كل نعمة، وبيدي كل بركة، بيدي سلام، وبيدي محبة. واحنا عايزين كمان مش ناخد وبس، لا، ناخد ونشكر، ناخد ونشكر، نقول له شكرا يا رب على عطاياك، شكرا على نعمتك، شكرا على محبتك، شكرا على سندتك، شكرا على وقوفك معانا، شكرا على انك انت دايما موجود في حياتنا، وانك بتسند وبتقوي وبتدي نعمة وبتدي بركة. شكرا يا رب لانك انت مش مخلينا محتاجين حاجة، حتى لو ما عندناش اي حاجة. شكرا يا رب. كبسولة ليا وليك.